النهارده هنشتغل مع بعض شيفت، هنشوف هنعمل كام في اخر اليوم. في ناس ما بتردش، يعني انت تقعد تنده مثلا ما حدش بيرد، تحس كأن في حد مثلا مخطوف جوه. يا جماعه الساعه 6:10 وده كل الحاجات اللي انا جبتها. تخيلوا يا جماعه بجد، يعني مش عارف كام دول، ممكن يطلعوا 50 حاجه مثلا. ده اول طلب، لسه بقى هعمل الطلب الثاني. موقف غبي جدا حصل معايا دلوقتي. المفروض ان انا يعني لما جالي الاوردرز او الاوردرز اجي اخدها من هنا من لافيرن، طلع لا في ابرنت. صعب جدا واحد يوصل اصلا يعني 3 طلبات في نفس الوقت. انت كل طريق مثلا كل واحد فيهم ممكن بياخد معاك 7 دقائق 10 دقائق مثلا. حاجات بقى السخيفه انك انت لما تكون بتوصل حاجه في الدور اللي فوق مثلا، مش دور ارضي. يعني ليه بقى؟ لان بيكون معاك حاجات كتيره جدا، ده بيبقى متعب. يعني هوريكم مثلا انا عامل دلوقتي. انا دلوقتي معايا طبعا الواجن ده اختراع بصراحه. امبارح يا جماعه حصل معايا حاجه، كنت بوصل اوردر، البيت كان ضلمه جدا، يعني مفيش اي انوار خالص. يعني قلت خلاص انا هحط الحاجه وامشي، وانا بجي اصور لقيت بيقول لي عايز فيريفاي اي دي. راح كلمته لو سمحت بس عشان لازم اعمل فيريفاي الاي دي وكده. يعني قال لي خلاص تمام ماشي اوكي. انا واقف مستني، مفيش حد طالع ولا حاجه، واقيس فجاه الاقي الشباك جنبي بيتفتح. غباء في المكان ده ان مفيش باركينج جوه، لازم اركن بره. فقعدت اصلا الف، يعني هو النافيجيتور وصلني عند مكان ما فيهوش مدخل اصلا. واخيرا الحمد لله وصلنا للبيت. والسؤال يطرح نفسه بقى، عملنا كام بعد اليوم الشاق ده؟ الحمد لله رب العالمين. يعني شكرا. عملنا كام في الاخر؟ ها فكروا كده، اكتبوا كده في التعليقات تحت.